السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الثيوريتيكال فريم ورك لمشروع التخرج بتاعنا. ليه هو مهم خاصة في تخصص الفوناتكس اند لينجويستكس؟ طيب عشان نبدأ خلينا نشوف كده مثال. خلينا نتخيل لو احنا عايزين نبني بيت ورحنا جبنا كل الأدوات المطلوبة، خلاص جبنا الطوب والرملة والأسمنت وكل الحديد وكل حاجة، بس للأسف ما عندناش أي تصميم نقدر نبني أو ستراكشر نبني على أساسه البيت ده. هل هنقدر نبني البيت؟ أكيد لأ. فده نفس الفكرة. الستراتيكال فريم ورك بالنسبة لمشروع التخرج أو بالنسبة لأي بروجكت هو الاستراكشر اللي على أساسه البيت ده هيتبنى أو البروجكت ده هيتبنى. الستراتيكال فريم ورك هو الهيكل النظري اللي هيفسر لي البحث بتاعي، واهميه هو الجزء من البحث اللي بيحدد النظريات المرتبطه بالموضوع بتاعي، وكمان بيشرح العلاقه ما بين الفاريبلز اللي موجوده في الاكسبيرمنت بتاعتي. لو انا عندي فاريبلز كتير هو دوت اللي بيقول العلاقه ما بينهم، وبيوضح الاساس العلمي للدراسه. خلينا ناخد مثال من السوسيو لينجويستكس. لو افترضنا ان انا مثلا بدرس ليه الانسان بيغير طريقه كلامه بناء على الموقف الاجتماعي اللي هو موجود فيه. يعني انا وانا بتكلم مع المدير بتاعي اكيد مش زي وانا بتكلم مع واحده صاحبتي او حد من عيلتي، حد انا مور فاميليار ويز. طيب وعملت الاكسبيرمنت وكل حاجه وطلعت نتائج وطلعت ان في اختلاف ما بين الاتنين. طيب فين النظريه اللي تربط بقى الحاجات دي كلها؟ فانا لقيت نظريه في الكوميونيكيشن اسمها سوشيال اكوموديشن ثيوري. النظرية دي بتتكلم عن ان احنا في خلال التواصل عادة احنا بنغير طريقة كلامنا، يا اما بنبقى شبه الشخص اللي قدامنا في طريقة كلامه، بنستخدم نفس الكلمات نفس الجمل، ده عشان احنا بنقرب من الشخص ده، او العكس ان احنا بنحاول نبعد عن الشخص ده، ان احنا نكيب ديستنس، فبالتالي بنبعد حتى في طريقة كلامنا ان احنا ما نبقاش شبهه. طبعا دي نظرية طبيعية جدا في السوسيولوجي، ولكن انا قدرت استخدمها في حاجه ليها علاقه بالفوناتكس وبقت هي استراتيكال فريم ورك للشغل بتاعي. فهو ده الاستراتيكال فريم ورك. خلونا نلخص كده بسرعه جدا الكلام اللي احنا قلناه. فاستراتيكال فريم ورك دايما بيبقى فيه النظريات اللي هي مرتبطه بالدراسه بتاعتي او النقطه البحثيه بتاعتي. طبعا انا مش شرط ان كنا اكون جايباها من نفس التخصص، يعني لازم تكون لينجويستكس او فوناتكس او كده، لا طبعا احنا ساعات بناخد نظريات من السايكولوجي وده الاغلب على فكره. وبناخد نظريات ليها علاقه طبعا بالفوناتكس زي مثلا language production language comprehension وهكذا. في الفيديو الجاي هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ايه الفرق ما بين استراتيكال فريم ورك وما بين الليتيشن ريفيو، لان في طلبه كتيره جدا بتتلخبط ما بين الاثنين. لان انا كده هل انا بتكلم عن نظريات فده معناه ان هي اعمال سابقه انا جبتها واحطها في الليتيشن ريفيو؟ طيب فالفيديو الجاي باذن الله هنتكلم عن الموضوع ده ونفسر الفرق ما بين الاثنين.